انت جبت مجموع 73%، عشان تحسن شكلك قدام ماما هتقول لها ان انت جايب مجموع 75%، وماما عشان تحسن شكلك قدام بابا وتحلل الفلوس اللي هو دفعها هتقول له ان انت جايب 78%. كل واحد مش فارق معاه الاتنين 3% الزياده. فبابا يقول لزمايله في الشغل ان انت جايب 80%، فزمايل بابا في الشغل عشان يغيظوا ولادهم اللي هم زمايلك في القهوه هيقولوا لهم ان انت جايب 85%. فالعيال تيجي تقول لك انت جبت منين 85%؟ ده فلوس القهوه دي قايمه من راس المال اللي انت كنت بتهرب بيه من الدروس. فيا ريت اللي يجيب 73% يقول ان هو جاب 73%، عشان بتلف وحصلت معايا وانا زودت 2% بس، رجع لي 20% زيادة، مش عارف مين في النص زود كل ده. وبعدين الموضوع هيعود عليك انت في الاخر بالسلب. انت في الحقيقة جايب حاجة و70% على ما تكاثرت الاقاويل وتناقلت النتيجة بتاعتك وبقت 5 او 86%. في فرق كليات رهيب. فيلاقوك انت في معهد مع ان انت مجموعك يجيب كلية تجارة، فيستغربوا. هتقول لهم ايه بقى ساعتها؟ والله انا مجموعي يجيب كلية تجارة بس انا حبيت ان انا ادخل معهد ده، ليا 2 صحاب فيه وهنفتح مشروع العمر ان شاء الله، فهنقعد السنتين بتوع المعهد دول ندرس المشروع. هيبقى شكلك وحش.